حفظا للأمانة وللثقة فلن نذكر أي معلومات تدل عليهم، ولن نخرق أي شيء من خصوصياتهم. السلام عليكم. أمس كنت في جلسة ودية مع فتاة متنصرة، كانت مسلمة وتركت الإسلام، ورغم أن أنا مهتم بمقارنة الأديان من 14 سنة تقريبا، إلا أن عدد المتنصرين اللي عرفتهم كانوا 3 فقط، وده عدد قليل جدا. طبعا أنا معرفتش كل المتنصرين، لكن كل الشواهد تقول أن الأعداد قليلة جدا. خلال 14 سنة من اهتمامي بمقارنة الأديان ودعوة غير المسلمين، التقيت بأعداد كبيرة من المسلمين الجدد، وفقط 3 متنصرين. أهلهم كلموني عشان أقعد مع أولادهم، فرغم الأموال الهائلة التي تنفقها الكنائس ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات التنصيرية، إلا أن جهودهم باءت بالفشل. لكن ليه نجحوا مع هؤلاء الأشخاص؟ الأمر الملفت للنظر أن ال3 اللي قابلتهم كلهم جهلة جدا بالمسيحية وبالإسلام، ما يعرفوش أبسط المعلومات في الدين سواء الإسلام أو المسيحية. وطبعا ده تقصير من الأهل إنهم تركوا أولادهم بدون ما يعلموهم الدين أو يربوهم تربية إسلامية صحيحة. والعجيب إن ال3 اللي قابلتهم كلهم بنات، والعجيب أكتر إن ال3 أهلهم مطلقين منفصلين، وده معناه ان المشاكل العائلية والتفكك الأسري والجهل يكونون بيئة خصبة جدا لعمليات التنصير والنصب الكنسي. مؤسسات التنصير تستغل مشاكلهم العاطفية والاجتماعية وتستهدفهم عن طريق أصدقاء الدراسة مثلا. أنا بتكلم بناء على الحالات اللي أنا قابلتها، مش بتكلم باستنتاجات أو بالهوى أو بمزاجي. بيستغلوا مشاكلهم الأسرية وبيستقطبوهم. البنت تبقى فاقدة الحنان في البيت بسبب المشاكل العائلية، فتلاقي صديقتها المسيحية تاخدها الكنيسة، وتلاقي الكاهن في الكنيسة بيعاملها أحسن معاملة، ويصبح هذا الكاهن أفضل من أبيها الحقيقي. حتى إن واحدة من الفتيات قالت لي جزمته على راسي، جزمة الكاهن على راسها من كتر تعظيمها وتوقيرها له. وفي نفس الوقت هذه الفتاة بتشتم أهلها وبتغلط فيهم. طبعا بعد ما يحصل الاستهداف العاطفي أكيد مش هيسيبوا الشخص، لازم يملوا عقله بشبهات ضد الإسلام. وأشهر هذه الشبهات إن الإسلام دين عنف. شوفوا المسلمين عندهم عنف وإزاي كتابهم فيه قتل إزاي، لكن إحنا طيبين وحلوين وعندنا محبة. مفيش حد من هؤلاء المنصرين بيقول لهم إن الكتاب المقدس مليء بالقتل وبالعنف، ولا حد بيقول لهم إن الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي فيه أمر بقتل الأطفال والرضع والنساء والحيوانات. محدش بيقول لهم ان السبايا وملكات اليمين والأسر اللي بيعترضوا عليه في الإسلام بسبب جهلهم موجود أيضا في الكتاب المقدس وبأمر من الرب، إلا لو أنت معتقد ان الرب كان غلطان لما شرع هذه الشرائع في العهد القديم. محدش بيقول لهم ان تعدد الزوجات اللي بيعترضوا عليه في الإسلام موجود كذلك في الكتاب المقدس، وإن تقريبا كل الأنبياء في الكتاب المقدس كانت لهم أكثر من زوجة. وفي نفس الوقت مفيش أي نص في الكتاب المقدس فيه نهي عن التعدد، بالعكس بتلاقي نص يقول وإن كان لرجل امرأتان، ويبدأ يحط أحكام وتشريعات إن لازم يعدل بين أولادهم وهكذا. ما قالش لا ما ينفعش يكون له زوجتان، لكن بيقول لازم يعدل بين الأولاد. الشاهد من الكلام إن كل الشبهات اللي بيقولها المنصرون عن الإسلام هي في حقيقة الأمر في كتابهم المقدس، لكنهم يخفونها عن أتباعهم، لدرجة ان كل ال3 بنات قالوا ان الكهنة قالوا لهم يقروا العهد الجديد بس، محدش يقرأ العهد القديم، وكأنه مش كلام الله. حتى ان واحدة منهم طلبنا منها تقرأ نشيد الإنشاد، خجلت جدا، اتكسفت لانها بنت مؤدبة ورفضت تقرأ. وبعد الإلحاح قالت ما ينفعش يكون كلام ربنا، يعني هي رافضة إيمان الكنيسة، لكن في نفس الوقت بيضحكوا عليها وبيخدعوها ومحدش بيفهمهم الحقيقة، المهم يخلوهم يكفروا بالإسلام بأي طريقة. دي أشهر الشبهات اللي ذكرها البنات المتنصرات. طبعا ردنا عليهم من الجانب الإسلامي وفهمناهم إن الأمور المشتبهة عليهم ما فيهاش مشكلة لو فهمناها على حقيقتها، لو بحثتوا هتلاقوا الرد. وردنا أيضا من الجانب المسيحي إن الكتاب المقدس فيه أوامر من الله بهذه الأشياء، والغريب إنها بتكون بصورة أشد بكثير من الصورة اللي في الإسلام. طبعا لما بنقول لهم الكتاب المقدس فيه أمر بقتل الأطفال والرضع والنساء، فبيبدأوا يشوفوا مبررات عشان يتهربوا من هذه المشكلة، لكن في نفس الوقت بيعترضوا على شيء أقل من هذا بكثير في الإسلام. ما بيحاولوش يفهموا ولا إنهم يلتمسوا ربع المبررات السابقة.
والحمد لله بنتين من الثلاثة رجعوا للإسلام، وإن شاء الله الثالثة يكون عندها الجرأة للرجوع للحق ولا تتبع هواها. الفكرة زي ما لاحظتم الأساوسة والمنصرين بيكلموهم في أمور فرعية في الإسلام، ما بيقدروش يعترضوا على العقيدة الإسلامية، أصل الدين. أصل هيعترضوا على إيه بالظبط؟ هيقولوا لهم الإسلام سيء لأن عندهم إله واحد وإحنا عندنا آب وابن وروح قدس 3. هيقولوا لهم الإسلام سيء عشان بيعظموا ربنا وبيصفوه بأعظم الصفات وبينفوا عنه الصفات السيئة، لكن إحنا عندنا الإله موصوف بالتعب والراحة والندم والاستيقاظ من الخمر. هيقولوا لهم الإسلام سيء عشان دين بسيط ومش معقد ولا فيه إن إله وإله وإله وفي نفس الوقت إله واحد. فطبعا ما يقدروش يعترضوا على العقيدة الإسلامية، فبيروحوا يبحثوا عن شبهات واهية في بعض التشريعات، شبهات واهية، فبيتركوا النقاش في الأصل وبيروحوا يناقشوا في الفروع، ويا ريتهم عارفين يثبتوا صحة كلامهم، لكن لازم يستخدموا الكذب والخداع والتدليس. طبعا هؤلاء القساوسة والمنصرون كما قلت لا يستهدفون إلا الجهلة ضعفاء الإيمان، فرغم إن إحنا ليل نهار ندعوهم للمناظرات وللمناقشات، إلا أن الأساوسة والمنصرين والخدام لا يجرؤون أبدا على الدخول في نقاش حقيقي مع مسلم متخصص، لأنه عارف أن المسلم هيظهر جهله أمام أتباعه. والمشكلة مش في القس ولا في المنصر ولا في الخادم ولا في الشخص المسيحي عموما، لكن المشكلة في المسيحية نفسها. لو جبت أعظم محامي في الكون لن يستطيع الدفاع عن قضية ظاهرة البطلان مثل المسيحية. يعني واحد يترك دين يعظم الله ويروح يؤمن بدين يقول إن الله كان بياكل وبيشرب وبيتضرب وبيموت؟ محدش يعمل كده إلا لو كان عنده مشاكل كبيرة، مشاكل عقلية. وعشان كده عدد المتنصرين الحقيقيين بين قوسين قليل جدا. وأوجه النداء مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة للمنصرين: تعالوا ناقشونا بدلا من هذه الأساليب الخبيثة، هلما نتناظر، والله تفضحون وتغلبون لأنكم على الباطل. والقس الفلاني الذي يعرف نفسه وأنا أعرفه، إذا كنت على الحق فتعال نتناقش أمام أتباعك وأمام من تخدعهم يوم الجمعة في كنيستك، وإن لم تلبي الدعوة فهذا معناه أنك خائف وأتباعك سيعرفون أنك خائف، أو على الأقل أرسل لنا شخصا تثق فيه لتثبت لأتباعك أنك على الحق، وأنا أعيدكم أنكم ستغلبون وتفضحون وإلى جهنم تحشرون لو متم على ما أنتم عليه. وأي شخص يعرف حد متنصر أنا مستعد ألتقي به بدون كشف أي خصوصيات، وهتكلم معاه بالحسنى ومش هاخد أي فلوس طبعا، لأن هدفنا من هذا العمل هو هداية الناس. بعض الناس بيتصوروا إن إحنا بنروح نقابلهم وعايزين منهم فلوس. هدفنا هو هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور لوجه الله سبحانه وتعالى. هنوضح لهم الحقيقة اللي الأساوسة بيخفوها عنهم. ده حساب على الفيس وتويتر زي ما انتم شايفين، وده إيميلي، كلمونا عليهم وإن شاء الله هرد عليكم في أقرب وقت طالما الموضوع مهم. طبعا أنا ما بقولش عن نفسي شيخ ولا أنا تابع لجمعية معينة ولا تابع لأي حاجة، ده عمل فردي مني بعمله حبا لديني وحبا لهداية الناس، وبفضل الله الحق دائما ينتصر. وأخيرا اعلموا أنكم إذا لم تشبعوا أبناءكم عاطفيا فإن الكنيسة بارعة جدا في هذا الدور وستستغل لصالحه. ستفشل كثيرا لكن قد تنجح أحيانا، وقد تكون المرة التي ينجحون فيها مع ابنك أو بنتك. فاتقوا الله في أبنائكم وعلموهم الدين وأشبعوهم عاطفيا. انتهى الفيديو، إذا استفدتم منه اضغطوا لايك وانشروا بين المهتمين لتعم الفائدة، ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال بترون والرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.